مشعول مش اعلاني. ما تقدر معزول، لان الساكت عن الحق اذا كان يتمكن، اذا ما يتمكن نقول عنه معزول، ما يقدر يتكلم ما يخالف. لكن ان ينطق باطلا، ان يلبس الحق بالباطل، ان يعين الظالم على المظلوم، فهذا شيطان انجس، اذا ذاك شيطان افرس. زين، نجي بيان طلب يبينوا موقفهم، احنا بنبين موقفهم. بيان طلب نبين الموقف من هذه الاحداث، نرجع للوراء ما يسوى هاي الاحداث وما هي حقيقه تلك الاحداث. نحن على امتداد 100 عام نعيش ظلم وجور وخوف وترهيب. منذ اللحظة الأولى تولد فيها تحاط بالخوف والترهيب والمطاردة والتنكيل. ولدنا وأجواء الترهيب، حتى الجدران كنا نخشاها، حتى الجدران ما ندري ما نعرف من ترهيب الظلم والجور اللي كان يقع علينا في هذه البلد. أنا عمري 50 عام أكثر، نصف قرن، منذ ولادتي إلى يومي هذا ما شعرت بأمن ولا أمان في هذه البلد منذ نعومة الأظفار، لأن أنت متهم على كل حال في كل مكان، ومهدد في كل لحظة. وهذا ما صرح به مدير المباحث لي شخصيا حينما اعتقلت، قال انتم الشعب كلكم لازم تقتلون. هذا منطقهم كلكم. مدير المباحث في المنطقة الشرقية نفسه. وما شابه، وين الأمن؟ وكما يقول الأمير سلام الله عليه: لا خير في وطن لا خير في الوطن إلا مع الأمن والسرور. احنا الأمن فاقدينه، أي خير في هذا الوطن وأي سرور؟ أين اللي عنده سرور؟ كله تعاسة في تعاسة من كل مجال، تعاسة أمنية، تعاسة اقتصادية، تعاسة اجتماعية، تعاسة سياسية، تعاسة علمية، تعاسة في كل مجال. لذلك احنا عندنا موقف، وهذا رد على جريدة اليوم المزور عجيب. جريدة اليوم تنقل عني، تريد تاخذ كلامي مبرر لضرب مجتمعي. أعوذ بالله، ما يستحوا، صدق ما يستحوا. جريدة اليوم مال أمس زين كتب: ودعا نمر النمر بناء بلدة عوامية إلى وقف جميع مظاهر التجمعات إلى آخره. بتر الكلام وتلويث الكلام خلاف المقصد، كلام مسجل ومكتوب. لم أدعو إلى وقف جميع مظاهر التجمعات أبدا، تجمعات مشروعة، إنما كانت الدولة عندها مخطط. سحبنا المخطط، قلنا يا شباب مو زين في هذه الليلة لهذه المنطقة للعوامي، لا دعينا لإيقاف مظاهرات في كل مكان ولا إلغاء تجمعات في كل مكان. في العوامي يا شباب سألوا الحلويش مع الدولة والتوترات، قلت لا يطلعوا مظاهرة ليه؟ لا يطلعوا مظاهرة. ليش احنا نخلي الدولة تجرنا وتلعب بينا وما شابه؟ لكن هذول مثل أولئك ما قال ربك ويل للذين شربوا، بل قال ويل للمصلين. يعني شوفوا شلون استخدم الكلمات. زين كمل. احنا قلنا يجيب لك تصريح وما شابه. انا قلت السلطه هي السبب، هي اللي استفزت الناس، وعلى امتداد اكثر من 3 ساعات كانت تطلق الرصاص الحي على الناس. ليش ما كتبوا؟ وادمت السلطه وقلت ما يجوز احد يتحدث على الشباب ويعين على هؤلاء الشباب. ليش ما يكتبون؟ لماذا؟ ما تسعون من بعد تريدوا تاخذوا كلامي لضرب مجتمعي باسمي؟ فشل مشروعكم. الاعلام الدولي انقلب عليكم، لان كلمه زيروا الكلمه امام ازيز المدفع اوقف، كشف لعبتكم امام الاعلام الدولي. لا تريدوا غطاء اجتماعي؟ قلنا الجماعه اتعظوا، هدأت الامور. لا نشوف حملات في الصحف والاعلام، ما زال المخطط في الذهن موجود، قيام بعمل مجزرة بيستخدموها، هذا مسألة
يجزاه خير ابو متعب، ما قصر ابو متعب، الله يقويه وينصره على طغيانه ايران وربعها ان شاء الله. الله يجزاه خير، الله يدحرهم، الله يدحرهم امين ويكفينا شرهم. الله يجزاك خير يا ابو متعب ويقويك وينصرك ان شاء الله، حنا معك، حنا معك ان شاء الله.